بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر كل الناس اللي شاركت آخر فيديو ليا، بشكر كل الناس اللي تعبت معايا وعايزين نكمل الرجالة. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا، فلازم ان احنا ننتبه ونتبع التعليمات اللي هتتقال عشان ان شاء الله بإذن الله محدش فينا يحصل له اي مكروه. احب اقول حاجة، ان انا بشوف كل التعليقات بتاعتكم. طبعا التعليقات الهبلة ملناش دعوة بيها. التعليقات التانية هنرجع للسؤال العقيم، هو الجيش والشرطة مالهم؟ الجيش والشرطة هم اللي بيحموا النظام. دي صورة من رابعة، دي مش صورة من غزة، دي صورة كانت في رابعة. والبقف اللي فوق دوت، الحيوان اللي فوق دوت، هو ده اللي كان بيقتل اخواننا في غزة. او معلش انا اسف، بيقتل اخواننا في رابعة. دي الشرطة اللي بتحمي السيسي، وده الجيش اللي بيحمي السيسي. احنا لا هنقف قدام جيش ولا هنقف قدام شرطة، بس خلي الشرطة والجيش يشيلوا السيسي وبلدنا ترجع لنا احنا، وهما الجيش يطلع على الحدود والشرطة تحمي الشعب فعلا. بس هما مش هيعملوا كده، فلا بد من المواجهة. السيسي ورطهم معاه، فخدنا الموضوع موضوع صفري، لا احنا لا هم. ورغم كده احنا بنتمنى ان هم يقفوا مع الشعب، بنتمنى ان هم يقفوا معانا، يا رب يقفوا معانا. بس لو ما وقفوش معانا احنا بنتحرك. والسيسي حتى لا يثق بجيش ولا شرطة. هو دلوقتي جاب نخنوخ وسلحه وخلاه ميليشيات موجودة في القاهرة، وممكن يكون في كل محافظات مصر عشان يواجه الشرطة، وخلى العرجاني عنده ميليشيات في سينا لو حصل والجيش فكر ان هو ينقلب عليه. يبقى اذا الموضوع مش شرطة وجيش بس، او الموضوع مش ان احنا هننزل نواجه الشرطة بس، لا ده في بلطجية هنواجهها. بس برضه مش مشكلة، البلطجية رقدناهم في 25 يناير وهنعرف نرقدهم تاني. موضوع انت معاك حق بس مش وقته، لا هو وقته، ومفيش حاجة اصلا كويسة في البلد عشان نخربها، هي اوريدي خلاص اتخربت والسيسي لسه بيخرب فيها تاني. فلا هو ده وقته، ولو ما وقفناش دلوقتي بعد كده هيبقى اسوأ. دلوقتي نبدأ الفيديو بتاعنا. ندائي لكل أحرار مصر، مسلم ومسيحي زي ما قلنا، إسلامي وغير إسلامي. ندائي إلى جميع أحرار الأمة، جميع أحرار العرب، جميع أحرار العالم، يقفوا معانا ضد الظالم المستبد الدكتاتور اللي اسمه السيسي. أي حد هيقف معانا إحنا هنقدر ده وربنا هيعوضه كمان. وبرضه أي حد هيقف ضدنا إحنا مش هننسى، هنعمل حاجة فعلا تألمه. بس أرجوكم ركزوا معايا في اللي أنا هقوله. الموضوع مش موضوع قياس جاهزية وهننزل نطفي ونولع النور أو نلبس أبيض في أسود أو نكلكس في الشارع، لا. إيه الشيء اللي السيسي دايما بيتكلم فيه وبيوجع النظام، ومن غيره النظام مش هيقدر يكمل؟ فاحنا هنفضل نضرب في النظام لغاية ما ينهار خالص، وهو على وشك إن شاء الله. السيسي دايما كان بيقول إيه؟ الفلوس أهم حاجة عندي، الفلوس. احنا بقى هنستغل النقطة دي، احنا عايزين نحرمه من الفلوس دي، الفلوس اللي بياخدها مننا عشان يبني سجون ويسجننا بيها ويقمعنا بيها. في حاجة اسمها عصيان مدني، بس احنا هنعمل العكس، مش هنخلي الموظفين هم اللي يعملوا عصيان مدني، احنا اللي هنعمل عصيان مدني. الشعب هو اللي هيعمل عصيان مدني. هقول لكم ازاي، ركزوا معايا في اللي انا هقوله. النظام السنة دي عمل حاجة، هيوافق 30/6 السنة الهجرية، فهيعمل ايه؟ هيدي يوم 26/6 اللي هو كان امبارح ليوم الخميس، هيديه اجازة، وهيفضل يوم الجمعة كمان اجازة. ده هيبقى بمناسبة رأس السنة الهجري. بعد كده بدل ما هيدي الشعب يوم اجازة يوم 30/6، لا هيرحل 30/6 ل 3/7. هيبقى برضه يوم الخميس اللي بعده، الخميس ده كان امبارح، الخميس اللي جاي هيبقى اجازه رسميه يوم 3/7، وبعد كده هيبقى يوم الجمعه، هيبقى عندنا يومين اجازه. ده في حد ذاته احنا معرفه. التحرك هيبقى اللي جاي، ركز معايا في اللي جاي. خلينا في ايام 29 30 و1/7. 29 هيبقى يوم السبت، 30 هيبقى يوم الاثنين اللي هو 30/6، 1/7 هيبقى يوم الثلاث. الثلاث ايام دولت هو الشغل بتاعنا، دول هيبقى فيهم شغل، دي مش هتبقى اجازه. بعد كده الاجازه هتبقى 3/7 زي ما شرحنا في الصوره اللي فاتت. هنعمل ايه في الثلاث ايام دول؟ يوم 29، يوم 30، ويوم 1/7. هنعمل عصيان مدني من ناحيتنا احنا. يعني ايه؟ هنقاطع اي حاجه فيها هيئات حكوميه. يعني مش هنركب مترو، مش هنركب اتوبيسات النقل العام، مش هنروح الهيئات الحكومية عشان نخلص ورق. بس في استثناءات. هي الاستثناءات لو واحد فعلا عايز يخلص ورق في الثلاث ايام دولت، ما تقدرش ان انت تلومه، لا انزل خلص ورقك، حاجات مهمة لازم تعملها. لو حد عنده ميعاد، المواعيد، مواعيد البنوك ومواعيد المصالح الحكومية، انزل وروح الميعاد بتاعك، لان انت لو ما رحتش هتبقى انت مشتبه فيه، فانزل وروح الميعاد.
انا بتكلم في اللي يقدر يتلاشى الثلاث ايام دول، ما يروحش اي مصلحه حكوميه، ما يركبش مترو، ما يركبش اتوبيس نقل عام، ما يروحش ينفع الحكومه من الاخر. احنا كده بنعمل عصيان مدني. يبقى احنا كده وجهنا رساله للنظام، وفي نفس الوقت جرحناه، ضايقناه، نكدنا عليهم. والحاجة التالتة ودي الأهم، الناس هتشوف إيه اللي بيحصل على الأرض لما الناس تقاطع المصالح الحكومية وهيئة النقل العام وأي حاجة تخص الدولة. الناس هتعرف إن في حاجة بتحصل، الشعب بيتحرك، الشعب بيعمل حاجة. في حاجة مهمة تاني من ضمن الاستثناءات، الموظفين. الموظفين روحوا شغلكم عادي جدا اكني مفيش حاجه، اوعى حد يتغير في الثلاث ايام دول يبقى محل شك. روح شغلك عادي جدا. النظام هيعرف ان في مشكله، في حاجه بتحصل، وهنعرف نعمل حاجات تانية كتير مشابهه للحاجات دي. خلوا بالكم انتوا لازم تتبعوا التعليمات اللي انا بقولها ديت عشان ما يعرضش نفسه المشكله. احنا بنلعب لعبه، بس لعبه خطره شويه. يبقى احنا كده بدل ما ننزل ونطفي النور ونولعه ونلبس ابيض في اسود ونكلكس، لا احنا عملنا حاجه ايجابيه، عملنا حاجه تجرح النظام، تضايق النظام، تنكد عليهم. يبقى احنا كده اذينا النظام. في حاجات كتيره جدا هتتعمل ان شاء الله باذن الله، وفي حاجات النظام مش هيتوقع ان احنا ممكن نعملها. هو على طول يقلل منك وعلى طول يصغر منك، وما تعرفش ان انتوا فقراء قوي ومفيش تعليم. يعمل ايه التعليم في وطن ضايع؟ على طول بيقلل منك. لا احنا بقى هنقول له احنا مين. طب واحد هيقول لي هم الثلاث ايام دولت اللي هيقسموا ظهر النظام؟ اي حاجه بتاثر على النظام، بس مش هضحك عليك واقول لك ثلاث ايام عصيان مدني، مقاطعه الشعب لاي حاجه فيها هيئه حكوميه انها ممكن تاثر على النظام، بس هتوجه له رساله وهتعرفنا قيمتنا ان احنا بعد كده هنعمل حاجه تاني. زي ما السيسي دمر البلد خطوه خطوه، احنا لازم نبنيها خطوه خطوه، والخطوات بتاعتنا لازم تكون ايجابيه. النهارده في ثلاث ايام، بكره هتكون في حاجه تانية، بعده هيكون في حاجه ثالثه. هو مش هيتوقع، النظام مش هيتوقع ان احنا ممكن نعملها، بس احنا بنبتدي بالكلام ده الاول، وان شاء الله تبقى بدايه خير وفتحه خير علينا. انا بعمل اللي عليا برضه والباقي عليكم. الفيديو ده يتنشر على قد ما نقدر عشان الدمج او الضرر اللي هينزل بالنظام يكون اكتر واقوى ويعلم فيه. وفي نفس الوقت الراجل ده من ساعه ما جه احنا ما شفناش يوم حلو. احنا عايزين ننكد عليه، عايزين نضايقه. لو انت بتكره السيسي ننفذ الخطه دي، لو انت بتكره النظام هننفذ الخطه دي. كل الناس بتطلب منك ان انت تنزل، انا بقول لك لا ما تنزلش. كل الناس بتطلب منك ان انت تتحرك، انا بقول لك لا ما تتحركش. بلاش الثلاث ايام دول، وما تروحش اي مصلحه حكوميه، ولا تستخدم اي حاجه، لا بنوك ولا مواصلات ليها علاقه بالنظام. حتى لو انت بتتاجر وبتضارب في البورصه، ابعد عن الشركات اللي فيها الجيش، الشركات اللي فيها النظام او اي حد بيساعد النظام. بدل ما بروح بقطع تذكره مترو او اركب اتوبيس حكومي او اروح مصلحه معينه علشان اخلص فيها ورق، انا مش هعملها اليوم ده، بس اعملها يوم تاني. مفيش بيت في مصر ملوش طار عند السيسي، مفيش بيت في مصر ما تأذاش من نظام السيسي. جه الوقت ان احنا نوجع السيسي، نضايق السيسي، ننكد على السيسي. بلاش نضيع الفرصه دي. هم هيفرحوا بموضوع 30/6، احنا عايزين ننكد عليهم. انشروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. ان شاء الله الفيديو ده يكون في كل بيت في مصر. يا رجاله نشد حيلنا شويه، نشتغل شويه، نشتغل اكتر، نتعب شويه علشاننا، نتعب شويه عشان اخواتنا في غزه. الراجل ده طول ما هو موجود مفيش حاجه هتتغير. مفيش حد هيسأل في غزه، مفيش حد هيدخلهم نقطه ميه ولا اكل من غير اوامر عليا هتيجي للسيسي. السيسي عباره عن بواب مش اكتر، بيفتح ويقفل المعبر، مش هيعمل حاجه. السيسي لو سقط العدوان على غزه هينتهي. خطوه ايجابيه بننفذها لما ننزل ونطلع وقياس جاهزيه ونلبس ابيض في اسود وننزل نتمشى ونطلع. لا احنا هنعمل حاجه نجرح بيها النظام. اخلص النية لله وتوكل على الله، واعرف اللي انت بتعمله ده انت بتاخد اجر عليه. ان شاء الله ربنا هيوفقنا. انا عملت اللي عليا، الباقي عليكم. مستني شغلكم انتوا زي ما انا بشتغل، نشتغل مع بعض وان شاء الله هنوصل لنفس الهدف. خلوا بالكم من بعض واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.